السلام عليكم متابعين الكرام. تعد تهيئة السواحل أمرا حيويا للمدن الساحلية، وفي المغرب اتخذت العديد من المدن خطوات جادة نحو تحسين جاذبيتها السياحية وجودتها الحضارية من خلال تطوير وتهيئة الكورنيش، حيث يعد الكورنيش الشريان الحيوي الذي يربط بين المدينة والبحر، ويمثل مكانا للاستجمام والترفيه للسكان المحليين والسياح على حد سواء. وتكمن أهمية الكورنيش في تعزيز السياحة، إذ يعد الكورنيش واجهة سياحية للمدينة، ويوفر بيئة مثالية لممارسة الرياضة والنشاطات البدنية، ويسهم في تحسين المظهر العام للمدينة وتوفير مساحات خضراء وأماكن للجلوس والاسترخاء. في هذا الفيديو أصدقائي سنسلط الضوء على أشغال تهيئة كورنيش عين أسبع بالدار البيضاء وكورنيش الرباط. لكن قبل أن نواصل هذا الفيديو أطلب منكم دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات. مشاريع سياحية وترفيهية كبرى في كورنيش الرباط تشمل مباني شاهقة وتنقيل مباني أخرى. فبحسب مشروع مخطط التهيئة العمرانية لمدينة الرباط الذي تم الإعلان عنه، سيكون كورنيش الرباط على موعد مع مشاريع كبرى تعطيه أبعاداً سياحية وترفيهية وسكنية ومباني شاهقة. المشروع يشمل إنشاء مركز حضري جديد في منطقة تنفتح عبر شارع الحرية على محطة الرباط TGV أكدال في اتجاه كورنيش الرباط، ويشمل كذلك أماكن عمومية ومحلات تجارية ومرافق سياحية وترفيهية، ويشمل أيضا إنشاء مساحات خضراء وفضاءات جديدة عمومية. وسيكون شارع الحرية المقابل لمحطة القطار فائق السرعة والذي يتجه إلى كورنيش الرباط محورا لعدد من المشاريع، حيث سيتم تطوير مساحة بحوالي 8200 متر مربع على جانبي شارع الحرية، وسيعرف هذا الشارع توسعة إلى 40 متر و60 مترا، أما الطريق الساحلي فسيتم توسيعه إلى 50 مترا. ويشمل المشروع خلق موقف سيارات عام كبير تحت الأرض يلبي احتياجات المنطقة السياحية والتجارية عند تقاطع شارع الحرية وشارع سيدي محمد بن عبد الله في حي يعقوب المنصور. أما بخصوص شاطئ الرباط، فقد قدمت شركة الهندسة المعمارية أورانج أتيلي مشروع تهيئة شاطئ المدينة الذي يندرج في إطار الرؤية التنموية لعاصمة المملكة، حيث يتضمن هذا المشروع الذي يمتد على مساحة 220 مترا ضمن مساحة إجمالية تبلغ 3200 متر مربع، والذي بلغ مراحله الأخيرة سلسلة من الخدمات المخصصة بالأساس للمطاعم فوق مساحة شاسعة توفر في شكل منحنى إطلالة على الساحل وسور القصبة ومنارة الرباط. كما يوفر مشروع تهيئة شاطئ الرباط العديد من الأنشطة البحرية كركوب الأمواج وقوارب الكاياك، بالإضافة إلى المرافق الصحية وفضاءات أخرى. أما بخصوص الدار البيضاء، فتسير أشغال تهيئة كورنيش عين أسبع، والذي يدخل ضمن المشروع الساحلي الكبير دار بوعزة المحمدية، بوتيرة متسارعة خلال هذه الأيام. ويعد كورنيش الدار البيضاء أحد أشهر الواجهات البحرية في المغرب، ويعتبر هذا المشروع إضافة بارزة للمشاريع التنموية للمدينة، حيث يمتد المشروع على الواجهة الساحلية للمدينة لمنطقة عين أسبع سيدي البرنوسي على مسافة تزيد عن 3.4 كيلومترات بدءا من ساحة ميموزة. وبدأت ملامح التحول في فضاء كورنيش عين أسبع تظهر، حيث تم إنجاز ممشى صوب البحر كولوجيات سهلة للأشخاص في وضعيات إعاقة وللعموم،
فيما يواصل العمال والشاحنات والآليات الخاصة بالأشغال المتوزعة في المكان القيام بمهامهم. ووفق موقع شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للتهيئة القائمة على المشروع، فإن القيمة المالية الإجمالية لتهيئة كورنيش عين أسبع تبلغ 100 مليون درهم. ويتضمن مشروع كورنيش عين أسبع إنشاء 5 ساحات تتضمن أماكن وقوف السيارات ومرافق صحية وفضاء لممارسة الرياضة في الهواء الطلق. وبلغت نسبة الأشغال لحد الساعة نسبة مهمة جدا، ومن المرتقب أن يصبح كورنيش عين أسبع جاهزا خلال الصيف المقبل. وتم تصميم المشروع وفق منظور إيكولوجي يأخذ بعين الاعتبار البعد المستدام، حيث تم وضع شروط استعمال مواد خام صديقة للبيئة وملائمة للمناخ الساحلي دون الحاجة للصيانة الدائمة. وإلى جانب الكورنيش، سيتم إنهاء مشروع الطريق الساحلي المخصص للشاحنات انطلاقا من ميناء الدار البيضاء وصولا إلى منطقة زيناتا، ما سيخفف ضغط التنقل خلال أوقات الذروة من وإلى وسط المدينة دون تواجد للشاحنات. مشروع تهيئة كورنيش عين أسبع سيتيح ممرات تربط بين المدينة والجهة الساحلية، كما سيتيح إطلالة بانورامية على معلمة مسجد الحسن الثاني. ويشكل جزء من المشروع الساحلي الكبير لدار بوعزة المحمدية، إذ ستصبح الدار البيضاء أكثر من مدينة لا مركزية، حيث لا تقع جميع الشواطئ على نفس المستوى، ولكنها موزعة ومهيئة على طول الساحل بأكمله. وتعتبر تهيئة الكورنيشات في المدن المغربية خطوة أساسية نحو تحسين جاذبية المدن الساحلية وجودتها الحضرية، مما يسهم في تعزيز السياحة وتحسين جودة الحياة لسكان تلك المدن. وفي ختام هذا الفيديو، نجد أن مدينتي الرباط والدار البيضاء تتجهان نحو مستقبل مشرق مع استعدادهما لاستضافة مونديال كرة القدم 2030، حيث تشهد سواحلهما جهودا ملموسة في تحسين البنية التحتية، وهو ما يعكس التزامهما بتوفير بيئة مريحة وجذابة للزوار والمواطنين على حد سواء. أصدقائي، أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم، كما أطلب منكم مشاركتنا آراءكم في التعليقات حول هذا الموضوع، ولا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم كل جديد.